السلام عليكم. اليوم جيت نحضر معكم طاق ديال اللوز. كتجي زوينه وفي نفس الوقت كنخدموها كساله. كنمشيو نشروها هكا من الخبازه وكتكون الثمن ديالها غالي. علاش ما نصايبوهاش حنا هنا بوحدنا في الدار؟ بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم انا بالمقادير. اول حاجه عندي هنا 125 غرام ديال الزبده. زبده حيوانيه طبيعه الحال نكونوا خرجناها قبل من الثلاجه، تكون على حراره المطبخ. صافي خديت هنا اناء قطعت فيه الزبده درتها فيه، هي الاولى. وغندير هنا واحد الساشي ديال الفاني اللي كيوزن 7 غرام، ورشيشه ديال الملحه، وغادي ندير هنا 2 معالق ديال السكر السنيده يكونوا كبار. صافي كنخدم هاد السنيده مع الفاني والزبده، كنخدموها مزيان حتى كنحسوا بديك السنيده بان دابت لينا تماما، كتبقاش هكا حبيبات. صافي هنا بعد ما خدمت هنا الزبده هنا مزيان، غندوز دابا هنايا الدقيق. بالنسبه هنا للدقيق درت هنا 250 غرام ديال الدقيق، النوعيه تكون ممتازه، دقيق ديال الحلويات. صافي وكنبدا هكا كنبدا نرمل هكا الدقيق مع ديك الزبده بهذا الطريقه هذا، يعني ماشي كنعجنوها، غير كنرملوها هكا بهذه الطريقه حتى كتدخل هذاك الدقيق مزيان في الزبده. وخديت هنايا واحد البيضه اللي خفقتها ودرت هنا غير النص ديالها، هي باش غنجمع العجين، غير النص كفاتني. كما قلت لكم هذه راه ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها غير بالاطراف الاصابع. صافي وغادي ناخذ هنا واحد السلوفان وغندي نديرها هنا في الثلاجه ونخليها تقريبا هنا واحد نص ساعه. دابا راه الحال بارد، دابا راه دغيا كتجمع لينا، باش ملي كنبغيو نطلقوا العجين ما كتعذبناش ملي كنبغيو نطلقوها. صافي انا بعد ما دازت هنا نص ساعه خرجتها هنا من الثلاجه ورشيت هنا سطح العمل بالدقيق، وغادي نطلق هكا العجين بهذه الطريقه. وضروري من نديرو الدقيق لان كتعرفوا العجين كلها فيها غير الزبده. صافي وخديت هنايا واحد المول هنا ديال الطاغط، هو اللي غادي ندير فيه. صافي كنقادها هكا بهذه الطريقه. صافي وكنقاد دوك الجناب وهذاك الجوانب اللي كيكونوا هكا زايدين كنحيدهم، وإلا بقات لي هكا شي بلاصه ما مقاداش كنعاود كنقادها بهذه الطريقه كما غتلاحظوا معايا. طريقه سهله وبسيطه. في نفس الوقت كنمشيو ناخذوها هكا من المخبزه، كناخذوها شويه غاليه، علاش ما نصايبوهاش حنا هنا في البيت ديالنا. صافي بعد ما قاديت هنايا الجناب ديال الطاط، صافي غادي ناخذ هكا واحد الشوكه او فرشيطه. صافي كنتقبها هكا بهذه الطريقه وغادي ندخلها هنا للثلاجه بما صايبت انا الحشوه، لك الكريمه ديال اللوز. صافي خليتها هنا في الثلاجه وغندوز دابا باش نحضر الكريمه. هنا بالنسبه للزبده درت هنا نص رابعه 150، وكاس ديال السكر ديال السنيده بقياس الكاس العنبه، ورشيشه ديال الملحه. صافي وغندير هنا 3 الحبات ديال البيض، ونص معلقه صغيره ديال روح اللوز. صافي كنطحن هكا كلشي هكا بالميكسور كما كتلاحظوا معايا. باش ما تبقاش لي ديك الزبده هكا مجموعه. صافي بعد ما طحنت هنايا غادي ندير هنا 2 كيسان ديال اللوز بقياس الكاس ديال العنبه، بطبيعه الحال غير بودره ديال اللوز، اولا عندكم اللوز خذوا اللوز مسحوه مزيان وطحنوه هكاك خضر، طحنوه. وغادي ندير هنايا نشا مايزينا، درت هنا معلقه كبيره ديال نشا مايزينا. صافي كنخلط هكا كلشي مزيان، راه ما كنحتاجوش فيها لا خميره لا حتى شي حاجه. صافي بعد ما غنخلط هنا مزيان
كريمه هذه ديال اللوز. صافي غادي ناخذ هنايا الطاق ديال نخرجها من الثلاجه وغادي نخوي فيه هنا الخليط مباشره. كريمه ديال اللوز. انا هنا راه شاعله هنا الفران على درجه الحراره 150، كنشعلها غير لتحت حتى كطيب لينا هنا لتحت، عاد كنشعل عليها الفوق. وبالنسبه لهاد الطاط يعني مديروها في الوسط، ما ديروش لتحت، تكون قريبه النار لتحت، ديروها في الوسط. صافي وغادي ناخذ هنا رقائق ديال اللوز، لوز افيلي، وكنرشها هكا باللوز. كما قلت لكم نصايبوها هكا يعني في البيت ديالنا، وكتجي زوينه يعني ما فيهاش شي حاجه، يعني ماشي صعيبه مثلا في الخدمه ديالها، ساهله، غير جربوها. صافي هنا بعد ما غطيب غنعاود نتلاقى معكم. وها هي طاط ديال اللوز اللي حضرت معكم، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا بعد ما خرجت هنا مباشره خويت عليها هكا شويه ديال العسل، يعني دهنتها هكا بالعسل من الفوق، ولا تقدروا دهنوها غير بالناباج على حسب نتوما شنو بغيتو. المهم انا درت لها هنايا العسل. انا هنا حنت مع يعني ما كيبانش لكم مزيان يعني في هنا في الفيديو، لحقاش حنت صورتها بالليل، هذاك الشيء علاش هي راه جات فيها واحد اللوين زوين محمر وزوين، غير اللوين مذهب وزوين غير مع الليل، يعني ما كيعطيناش ديك الصوره اللي كنبغيو. صافي هنايا غادي نقطع معكم باش تشوفوا هنا كيفاش غتجي. وهنا حتى تبرد عاد قطعوها، خليوها حتى تبرد تماما عاد قطعوا. انا هنايا راه خليتها حتى بردت عاد قطعتها معكم باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا هنا كيفاش كتجي من الداخل، عرفتي كتجي واحد الطاس كتجي رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكيجي فيها داك المذاق اللي زدنا ديال الروح اللوز، كتجي لذيذه بزاف. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على التشجيع اللي كتشجعوني. وما تنسونيش من لايك والبارطاج، لان دوك اللايكات ديالكم هما اللي كيزيدوا يشجعوني اكثر باش نبقى نحط معكم هكا الوصفات. وكنقول لكم شكرا ونتلاقى معكم شي اخرى.